طب وعاوزني اعمل لك ايه؟ يا اكرم بيه، المصنع ده لو اشتغل يبقى كل اللي عملته طلع على فشوش. مش الارض دي هي برضه اللي اتضحك عليك فيها، واسكندريه كلها بتتكلم عنها لغايه دلوقتي. يا باشا انا ان كان عليا انا استعوضت ربنا في الفلوس اللي دفعتها. دور الباقي بقى على سعادتك، ما دام ليك عنده طار ما تسيبوش. وبعدين لو المصنع ده اشتغل الراجل ده هيعلى فوق فوق قوي يا باشا. الارض دي فين بالظبط؟ ما بين طريق الحريه واول الطريق الزراعي. وقبل ما تتبني كانت ارض ايه؟ ايوه، كانت ارض زراعيه. ارض زراعيه. بهجت، امرك يا اكرم بيه. تجيب لي اصل وفصل الارض دي وتتصل برئيس الحي هناك. حضرتك ناوي على ايه؟ نفذ الاول وبعدين اسال. مين يا ابني المسؤول عن المكان ده؟ انا يا باشا. ومين صاحب المكان ده؟ سعادته موجود في مكتبه دلوقتي وانا بداله هنا. طب خلي العمال دي تبطل شغل. ليه يعني؟ كان ده امر المحكمه المسجل بوقف البنى لحين الفصل في القضيه المرفوعه من مجلس المدينه، ده تسلمه لصاحب المصنع. امضي بالاستلام، مضيه. خد بالك المره الجايه هتيجي قوه تمنع البنى بالاجبار. ماشي؟ فاهم الكلام ده لصاحب المصنع. يلا بينا. انت بتقول ايه؟ يا محمود بيه الورقه مع سيادتك. خير يا محمود، في ايه؟ اكيد في سوء تفاهم. ما تفهمنا ايه الموضوع؟ مجلس الحي اللي تبعه المصنع رفع علينا قضيه مستعجله بوقف البنى على الارض. انهي ارض؟ ارض المصنع. ليه؟ بيقولوا يا سيدي انها ارض زراعيه وطلع عليها قرار من الاول بعدم البنى فوقها. امال التصاريح اللي احنا خدناها دي خدناها من مين؟ اكيد في حاجه غلط. ولا في لعب تاني؟ مش للدرجه دي. والله اللي يعمل حركة الآداب واللحمة يعمل أي حاجة في الدنيا. يا محمود بيه ده أمر محكمة، محدش يقدر يوقفه إن شاء الله أكبر راس في الدولة، لأننا بنحترم القضاء، وعلى العموم تقدر تستأنف. يا سياده المحافظ، انا عارف انه قرار محكمه، بس على اي اساس في الاول ادوني تصريح البنى؟ يمكن غلطة موظف ما رجعش لأصل حجة الأرض، وعلى العموم هي مسألة وقت. إن شاء الله بعد حكم المحكمة، ولو كان حتى ضدك تقدر تدفع غرامة وتستأنف الشغل. ما هي المشكله في الوقت سياده المحافظ؟ المكن موجود، انا بسابق الزمن. أنا مش عارف أقول لك إيه، لكن الخدمة الوحيدة اللي أقدر أقدمها لك إني هاخد قرار بتجميد قرار إزالة المباني اللي اتبنت فعلا لحين الفصل في القضية. سرعة الفصل في القضية ده موضوع مش بإيدينا يا محمود بيه، وأنت عارف إجراءات التقاضي في مصر بتاخد وقتها، وبعدين القضية مرفوعة عليك من الدولة، يعني هتخش لجنة خبراء وورق يروح وورق يجي. يعني ايه؟ يعني يتخرب بيتي وانا قاعد ساكت كده؟ شوف أنا هعمل أقصى ما في وسعي، لكن أنا برضو مش عايز أخدعك وأوعدك بميعاد محدد. يا متر انا البنك هيبتدي يعد عليا بعد 3 شهور من دلوقتي. البنك هيتبلغ بالقضية ده إذا ما كانش اتبلغ فعلا، وساعتها هيطالبك بالسداد الفوري. فأنا عايزك بعلاقاتك تكلم الناس في ألمانيا اللي هم يأجلوا فلوسهم شوية لحد ما نلاقي حل. فرحة كانت مليانة واستكترتها الدنيا علي. يا فرحة كانت مليانة واستكترتها الدنيا علي. مين قال اكتر؟ 1,100,000. 1,200,000. ايه يا جماعه؟ لسه بدري قوي.
دي تحفة معمارية غير الكنوز اللي فيها. 1,400,000. الهانم هنا قالت 1,400,000. مين قال أكتر؟ 1,500,000. 1,800,000. علي بيه الشبكشي قال 1,800,000. مين قال أكتر؟ 2 مليون. 2,100,000. المعلم هريدي 2,100,000. مين قال أكتر؟ 2,300,000. 2,300,000. مين هيزود؟ 2,500,000. سيد بيه زياد 2,500,000. مين هيزود؟ 2,600,000 و800. 3,500,000. أكرم بيه زوني 3,500,000. مين هيزود؟ يلا يلا 3,500,000. أكرم بيه زهني على أونو على دوي على تري. مبروك يا أكرم بيه. ايه يا يوسف، شقة الأنفوشي ما بقتش عاجباك ولا خلاص خدت على جليم وأهلها؟ الأنفوشي أجدع رجالة في اسكندرية بحالها. طب ده أنت وأبوك واللي خلفوك كمان صناعة أنفوشي، ولا إيه يا جو؟ يا عمتي انا مش زعلان عليا، انا صعبان عليا بابا. لا، إذا كان على أبوك ما تقلقش، أبوك عامل زي الجبل، الكل يتهد من حواليه، وهو المصري مهما عدت عليه الظروف. نويتوا على ايه يا ولاد؟ هنسافر يا حاج. تاني؟ لو قعدنا اكتر من كده هنروح ورا الشمس. ليه يا ابني؟ لأن اللي بيحاربنا كل يوم بيعلى زيادة وزيادة، واللي عملوا فينا مفيش حاجة أكتر منه غير السجن. هتسافروا على فين؟ لسه مش عارفين. هتسافروا سوا؟ برضه مش عارفين. رايحين على فين يا ولاد؟ هنقضي مصلحة كده في الشركة. تؤمر بحاجة يا حاج؟ أنا عايز سلامتكم يا ولاد. سلام. بعد إذنك يا حاج. يلا سلام عليكم. يا محمود. يا حاج. فين محمود بتاع زمان؟ ضاع. لا 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 يا حبيبي، اوعى تقول كده. فاكر يا محمود، كان عندك 10 سنين وجه واد ضربك عنده 16 سنة وحجمه قد حجمك مرتين. انت ما سكتش ولا بكيت، بالعكس عفرت، ضربته وعضته بسنانك لحد ما عيط وجري وانت جريت وراه. فاكر يا محمود؟ اوعى تسيب حقك يا محمود، ده مش حقك لوحدك، لا ده حقك انت واخواتك وابنك وحقي انا كمان. اوعى تسيب حق ابوك يضيع يا محمود. سمعتي واسمي انت اللي رفعتهم في السماء، وتسيب حد يهزهم كده وتسيبه من قبل ما تاخد حقي منه؟ ها؟ اوعدني يا محمود يا ابني. اوعدك بيه يا حاج. انك تجيب لي حقي يا محمود. هجيبه. يا الله يخليك ليا. معلش يا